4 أكتوبر الجاي هتشتعل الأجواء على أرض أبو ظبي في مباراة السوبر المصري المنتظرة. ليلة هتكون مليانة بالإثارة والحماس، هيتنافس 4 فرق بكل قوة لتحقيق النصر. استعدوا للمتعة والدراما الكروية في أبهى صورها. بس قبل كده استعدوا معايا لجولة أعرفكم بيها على البطولة الأعظم. من يوم ما تأسس كأس السوبر المصري سنة 2001 هو دايما بيكون محط أنظار عشاق الكرة في مصر، ومن قبلها بفترة بتكون السوشيال ميديا بيسيطر عليها حاجة واحدة بس، وهي مين هيكون البطل اللي هيرفع الكأس السنة دي، مين هيسطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية. من ساعات أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الرياضية بشكل رسمي موعد وتفاصيل بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجديد 2024 بمشاركة 4 أندية اللي هيكون في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات من 4 ل 7 أكتوبر بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي. يوم 4 هيكون النص النهائي ويوم 7 هيكون النهائي. بس بالرغم من كده لم يصدر أي تأكيد رسمي أو نفي من الاتحاد المصري لكرة القدم أو الجانب الإماراتي لحد دلوقتي في الموضوع ده. بس في حال تأكيد الاستضافة هتكون دي المرة الثامنة اللي تستضيف فيها دولة الإمارات بطولة كأس السوبر المصري. طب هتقولي ليه بنلعب بطولة مصرية في الإمارات؟ هقول لك يا سيدي، ده لأن الاتحاد المصري وقع اتفاقية فيما معناها إن البطولة هتقام هناك لمدة 4 مواسم ابتداء من 2023. والصراحة بقى الملاعب هناك حلوة، تحس إنك بتتفرج كده على بطولة أوروبية. البطولة دي تعتبر النسخة الثانية لنظام مشاركة ال4 فرق، وده لأنه الأول كان بيشارك فيها فريقين بس، بطل الدوري وبطل كاس مصر، علشان يجي نظام جديد يخلي اللعب والبطولة أكثر متعة وتشويق، ويعلن عن مشاركة 4 فرق وهم بطل الدوري المصري وبطل كاس مصر وبطل كاس الرابطة المصرية وفريق رابع اللي هيحالفه الحظ ويحصل على البطاقة الذهبية من اللجنة المنظمة. وبالمناسبة لحد دلوقتي لم يتحدد بطل الدوري اللي بينافس عليه كغير العادة بيراميدز والأهلي، وده لأن الزمالك رسميا خرج من المنافسة وبيحتل المركز الخامس. ولحد الآن لم يحسم بعد موقف فريقي الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري 2024، وخاصة إنهم بيشاركوا في نفس الوقت وجها لوجه في بطولة كأس السوبر الإفريقي اللي هتستضيفها المملكة العربية السعودية في يوم 27 سبتمبر الجاي، يعني قبل أيام قليلة من بطولة كأس السوبر المصري. أما بطل كأس الرابطة من المنتظر إنه يكون واحد من فريقين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا. شايفك وانت بتسأل اشمعنى فريق سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش هم اللي هيشاركوا في كأس الرابطة المصرية؟ وده عشان الأهلي والزمالك اعتذروا عن المشاركة في النسخة الحالية من كأس الرابطة المصرية، فبالتالي اتأهل فريق سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش للمباراة النهائية اللي هتبقى يوم 24 يوليو على استاد اسكندرية. واحد منهم هيتأهل لكأس السوبر المصري. أما بقى عن اللي هياخد البطاقة الذهبية وينافس على اللقب فالجماهير منتظرة بفارغ الصبر تعرف هو مين. النسخة الأولى لمنافسات كأس السوبر المصري سنة 2001 توج فيها الزمالك باللقب على حساب غزل المحلة، وتعرضت منافسات بطولة كأس السوبر المصري للتوقف في نسختين فقط كان موسم 2011 و2013، وده كان بسبب الثورة. الأهلي بيعتبر أكثر الفرق تتويجاً ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 14 لقب، وكمان هو حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة. والزمالك يأتي في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، وحرس الحدود والمقاولين العرب وطلائع الجيش فاز كل منهم بلقب واحد. وفاز الأهلي بالنسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري اللي كانت الأولى من نوعها بمشاركة 4 فرق، حيث تفوق على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الدور النص النهائي، وكسب فريق مودرن فيوتشر اللي هو مودرن سبورت حاليا بنتيجة 4-2 في الدور النهائي. النسخ الثلاثة الأخيرة لبطولة السوبر المصري حقق الأهلي الفوز على الزمالك ثم بيراميدز وأخيرا مودرن فيوتشر، علشان يعلن الأهلي إنه صاحب اليد العليا وإن بطولة السوبر المصري هي المفضلة ليه. بس هل هتبقى المرة دي النسخة الرابعة يحقق فيها الفوز ولا للكرة رأي تاني؟ مع صافرة النهاية ستبقى ذكريات مباراة السوبر المصري محفورة في أذهان الجماهير لفترة طويلة، سواء انتهت المباراة بفوز فريقك المفضل أو بتعادل يثير الجدل واللجوء لأشواط إضافية أو السيناريو الأسوأ وهو ركلات الترجيح، فإن الأهم هو الروح الرياضية والأداء المتميز الذي سنشاهده على أرض الملعب. مين هيكون البطل السنة دي؟ الإجابة هنعرفها قريب في 7 أكتوبر، ولحد ما يجي اليوم ده ما تنساش تظبط ساعتك على وقت الماتش وتحاول تخلص كل اللي وراك بدري علشان تستعد للأجواء المثيرة والمنافسة الشرسة في كأس السوبر المصري 2024. وأقول لك اظبط ساعتك على المستديرة وتابعنا علشان نفكرك ونقول لك كل التفاصيل أول بأول.